اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد النهارده، فيديو مشتريات ان شاء الله. انا هقول لكم على بعض العروض اللي لقيتها اللي موجوده، عشان لو في حد هيشتري يبقى عارف ايه العروض. يعني كام نصيحه كده عايزه اقول لكم عليها. بعد ارتفاع الاسعار المفروض ان احنا نشوف الاماكن اللي تكون قريبه مننا، ونحاول قبل ما نشتري نشوف ايه العروض اللي موجوده. ودلوقتي كل فرع بيبقى منزل ابلكيشن عنده، بيبقى موجود على التليفون، ممكن تنزليه وتشوفي ايه العروض اللي موجوده عنده، بحيث ان انت تجيبي حاجاتك منه. انا لما جبت ما جبتش من فتح الله بس، انا جبت من بيم وجبت من فتح الله، وكمان رحت كازيون. فلقيت كازيون الاسعار ما عجبتنيش فيه، فروحت بيم ورحت فتح الله. الحاجات اللي جبتها من بيم وعليها عروض هقول لكم عليها، والحاجات اللي لقيتها في فتح الله وعليها عروض برضه هقول لكم عليها. اللي لقيتها في بيم وعليها عروض ولقيت عروضها كويسه، زي المكرونه اللي هي مكرونه بساطه ديت، انا اول مره اجيبها، بس في حد هناك يعني قال لي ان هي كويسه. تمام، دي كانت عامله 15 جنيه عليها عرض. تمام، انا لقيت منها النوع ده، ولقيت منها النوع اللي هي المرمريه الصغيره، بس هما دول النوعين اللي موجودين منها مع الشعريه. تمام. الكيس الصغير اللي هو 400 جرام كان عامل 5 جنيه ونص، اما الكيس الكبير اللي هو الكيلو كان عامل 15 جنيه. تمام. العرض التاني اللي كان موجود برضو في بيم كان مكرونه ستار، انا لقيتها في كذا مكان عامله 21 او 20 جنيه. لقيتها في بيم عامله 17 جنيه وربع او 18 جنيه. السعر بتاعها يعني كان ده عرض، قال لي هتغلى كمان كام يوم، كانت عامله 17 جنيه وربع بالظبط. تمام. دي بقى جبت منها يعني اللي هي المكرونه الفرن والاسباجيتي. كمان الدقيق، دوت انا جبت كيلو، لقيت برضو عليه عرض، اللي هو النوع دوت حلو، يعني في كذا حد شكر فيه صراحة ان هو جميع الاستخدامات يعني والاستعمال. كان عامل 17 جنيه. انا جربته قبل كده واستخدمته في كذا وصفة، يعني لقيته كويس، مش وحش يعني. فهو بيبقى فرق اساسا ده من ده، الكيس ده من اللي هو الورق الغلاف بيفرق شوية في السعر. فده كان عامل 17 جنيه وربع برضو. كويس وحلو، وانا جربته قبل كده. ده برضو كان من بيم. بعد كده بقى جبت كمان رز سكر. السكر كان عامل 18 جنيه الا ربع، اللي هو النوع دوت اللي هو فواخر. ده كان عامل سكر ابيض فاخر، كان عامل 17 جنيه. ده برضو جبته من بيم. تمام. كان في ايه تاني؟ كان في ايه في بيم اللي هو عرض بتاع المنظف الملابس كيلافيتا دوت. انا مش اول مره استخدمه، جربته كتير لقيته حلو. كان في بيم عامل 75 جنيه، وفي فتح الله كان عامل 77 جنيه. الشهر اللي فات كان في بيم عامل 75، وكان في فتح الله كان عامل 132 جنيه. ما كانش نازل عليه عرض في فتح الله، بس انا لما لقيته في بيم المره دي جبته صراحه، ورحت لقيت برضو عليه في فتح الله عرض. فهو حلو وكويس. في منه اللي هو ده بالاكسجين، والازرق بالاوكسي، بالكولوريكس الالوان. هو ده الفرق اللي بين ده وده. فده ريحته حلوه، انا بحب ريحه ده احسن كتير، وبتبقى ثابته في الهدوم. كان عامل 77 جنيه. ده 3 لتر، وده انسب مسحوق. لقيت عليه عرض في المنظفات السوائل كلها، يعني في الاريال والتايد والحاجات دي. تمام. باقي الحاجات بقى انا جايباها من فتح الله، لان العروض بتاعتها اللي اتناسبت معايا في فتح الله هقول لكم عليها بقى دلوقتي. اول حاجه كده جبت هقول لكم على المنظفات. جبت الكيس الودانات ده عامل 10 جنيه، حلو قوي، مش اول مره استخدمه برضو، دي تالت مره. وكمان الكريم السوفت دوت اللي هو نيفا سوفت، ده حلو قوي ومرطب كويس كده، ومش من النوع اللي بيبقى ملزق. ده كان عامل 30 جنيه الحجم الكبير. طبعا ده لا غنى عنه في الشتاء، يعني انا جبت الحجم الكبير عشان كلنا في البيت بنستخدمه، وهو حلو قوي مرطب جميل للوش وللبشره وللايدين وكل حاجه. تمام. جبت كمان اللي هو الكولوريكس الالوان عشان خاطر الهدوم وكده الملونه، كان عامل 27 جنيه. ديت الازازه اللي هي اللتر الكبيره، صراحه حلو قوي، وبالنسبه لي احسن من فانيش كمان. كمان سانسلك اللي هو الشامبو دوت كان عامل 47 جنيه برضو، كان عليه عرض. انا اي حاجه بجيبها ما بجيبها داخل العروض صراحه، بقعد ابص على الحاجات كده لحد ما اجيب الحاجات اللي عليها عروض وكون محتاجاها. يعني الحاجات لو مش محتاجاها وما عليهاش عروض بحاول برضو اشوف الانسب معايا. دي زيت سلايت، كانت 750 جرام، كانت عامله 46 جنيه، وال 700 جرام كانت عامله 35 جنيه ونص. فانا جبت اللي هي 750 يعني.
750 جرام، عشان ايه ال50 جرام زياده حلوين يعني، مش وحشين، هينفعوا برضو. كانت برضو عليها عرض دي. الباقي كله كان 700 جرام، وكان كله عامل 35 او 36 ونص، ما لقيتش فيه عرض. بعد كده جبت بقى الجبنه الموتزاريلا دي، كانت عامله حاجه و70 اظن، او حاجه و50، لا مش حاجه و50، حاجه و70، بس مش فاكره كام بالظبط، اللي هي كوين. بس انسب سعر صراحه لقيته للجبنه الموتزاريلا، والنوع ده حلو، انا قبل كده جربته يعني، مش اول مره اجربه. لان بقيه الاسعار لقيتها غاليه قوي صراحه يعني، كانت في حاجات عامله 185 وفي حاجات فده انسب عرض لقيته. هي دي كويسه وحلوه مش وحشه، كانت عامله 80 جنيه في داخل العرض. ده كيلو انا بجيب عليه جبنه تركي، وبجيب عليه ممكن شيدر لو عندي، او ما عنديش بخلط الحاجات دي مع بعضيها وبستخدمها. تمام. الرز بقى لقيته عامل 16 جنيه وربع، انا ما استخدمتش النوع ده قبل كده، ومفيش خالص ال5 كيلو ولا ال10، هو اللي موجود اصلا الكيلو. فده العرض اللي لقيته موجود في فتح الله كويس. هي الحبايه بتاعته كويسه، ان شاء الله هجربه ويا رب يطلع حلو. تمام. بعد كده جبت عرض الكاتشب اللي هو الحراق والبارد مع بعض، انا بستخدمه طبعا في البيتزا، ويعني بياكل مع الاطفال وكده، فانا جبته فبدخله في كذا اكل، وفي التتبيلات كمان. ده عرض ازازتين مع بعض، الازازه لوحدها كانت عامله 340 جرام، يعني الاتنين حوالي 680 جرام، كيلو الا، كانت عامله 33 جنيه، والصلاحيه بتاعته كويسه يعني. اهم حاجه لما تيجي تشتري حاجه تبصي على الصلاحيه بتاعتها، لسه لحد 2023. تمام. كمان جبت التونه ديت، لقيت برضو عليها عرض كويس، تونه مفتته دي برضو استخدمتها قبل كده، حلوه، عامله 18 جنيه. والورنيش ده كان عامل 11 جنيه ونص، ده ملمع حلو وبيمشي مع الاحذيه يعني، كويس قوي، استخدمته قبل كده لقيته كويس. تمام. كمان الصابون دوت اللي هو فاو، لقيته ب10 جنيه، ولوكس اللي هي الحجم الصغير خالص عامله 6 جنيه. اللي كانوا مع بعض الشهر اللي فات 6 قطع، او كانوا 4 قطع، كانوا ب35، لقيتهم الشهر ده ب48 جنيه. فجبت كل قطعه كده لوحدها احسن على قد استخدامي يعني. الكريم الفاتيكا اللي هو الحجم الكبير لقيته ب30 جنيه، ما كانش عليه عرض ولا حاجه، ده سعره اساسا. والمربى ديت اللي هي الميزان الفراوله، طعمها حلو قوي، اللي هي رشيد الميزان ديت، كانت عامله 15 جنيه، كان عليها عرض برضو، وده يعتبر هي كان فرق بينها وبين التانية كان 2 جنيه بس انا حبيت دي، بحبها. فريست ديت الصلصه دي عامله 10 جنيه بدل 18، 340 جرام، ب10 جنيه العرض بتاعها، نازله من 18 جنيه. وجبنا عبور لاند سعرها ارتفع قوي، النص كيلو بقى عامل 30 جنيه ونص. كمان جبت طحينه البوادي، طبعا يعني لا يعلى عليها، وجميله قوي وسعرها حلو جدا، كانت عامله 36 جنيه ونص، وصراحه يعني انصب عرض لقيته، وهي اساسا جميله جدا ولا يعلى عليها، انا على طول بجيبها اساسا في العسل او في الطحينه. تمام. كمان بقى جبت شويه بهارات كده، جبت الفشار ده كان الكيلو وصل 48 جنيه، انا جبت ربع كيلو. والعدس وصل 50 جنيه برضو او 48 جنيه، ده حوالي نص كيلو ب24 جنيه. جبت بقى الكمون والكزبره حصى، عشان خاطر عايزه اعمل منهم كمان ملح مبهر، فجبت كده ب10 و10 عشان اطحنهم انا واعملهم. وطبعا جبت فول نص كيلو، الكيلو عامل 38 جنيه، ده نص كيلو. وجبت حبهان مطحون وجوز الطيب مطحونه برضو عشان الاكل لا غنى عنهم. وجبت اللي هو الليمون المجفف عامل 6 جنيه، دول عاملين 6 جنيه، هو الكيلو عامل 60 جنيه. وجبت بقى ورق جوافه، مش عارفه استخدمه ازاي صراحه، بس عشان الكحه الفظيعه ديت اللي ما بتسيبناش يعني، فجبت منه ب5 دول بجنيه يعني، مش عارفه حتى مش مكملين جنيه. حلو قوي يعني، اخيرا لقينا حاجه السعر بتاعها كويس. تمام. العرض بقى المناسب كمان في المنظفات، انا جبت مسحوق بودر وجبت مسحوق السائل لانه اصلا يعني ما بيقعدش معايا كتير، فبستخدمه في حاجات معينه، واللي هو البودره بستخدمه في حاجات تانية يعني. ده عشان الابيض، وعشان لو فيه شويه هدوم صغيرين عادي بينفع معايا. فالغساله بتاعتي عشان صغيره، الاسود والملايات والغوامق بتلطش معايا البودر، فانا الشهر يعني كل كام شهر كده بجيب بودر زي ده ويكون عليه عرض. تمام. ده كان عامل 135 جنيه من 210.
5 كيلو، فعرض حلو قوي، وكمان بريحه الدوني وفي باللافندر. انا صراحه جبت اللي عليه دوني بيبقى حلو. ده انسب عرض وارخص عرض اساسا موجود في كل البرسيل والمسحوق اللي موجود هناك، وعرض كويس قوي وجميل. تمام. كمان بقى بالنسبه للورقيات، المناديل جود كيري ديت كان عليها عرض ب45 جنيه، 3 علب مع بعض، بس انا فتحتهم. واللي هو فاين بيبي ده كويس جدا وحلو، انا بجيب الباكت دي بستخدمها للمطبخ والحمام، بتقعد معايا الشهر كله. 6 قطع عامله 45 جنيه. دي كنت جايباها من بيم، وبرده نفس العرض موجود في فتح الله، لكن في كازيون كان عامل حاجه و49 او 51، فما لقيتش عروض ورقيات خالص في كازيون كويس. دي عامله 45 ودي عامله 45. تمام. دي كده كل الحاجات اللي انا اشتريتها الشهر دوت بالعروض والاسعار اللي ممكن تكونوا عايزين تعرفوها. المربى دي كانت عامله 16 جنيه وربع، معلش اتلخبطت في السعر بتاعها، مش 14 جنيه. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وخدتوا فكره عن الاسعار. حاولوا تشوفوا العروض اللي موجوده، الحاجات اللي تقدري توفريها، الحاجات اللي تقدري تستغني عنها، عشان الاسعار بقت صعبه خالص. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.